السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعدتكم في الفيديو السابق بأن أكمل الحديث عن تاريخ مدينة تطوان العريقة، واليوم وفيت بوعدي، فتاريخ هذه المدينة في جعبته الكثير والكثير، كيف لا ومآثرها وزقاقها ومعمارها يشهد بذلك. ومن أهم المعالم الإسلامية والتاريخية التي ما زالت تحكي عن ماضٍ عريق مسجد سويقة أو مسجد للفريجة الكائن بحي سقالة في اتجاه باب العقلة. هذا هو المسجد الذي بناه الشيخ عبد القادر التبين سنة 542 للهجرة، وهو من مساجد المرحلة الأولى، وقد هدم فيه ما هدم وتم بناء المسجد الحالي بموضعه، وتم تجديده مؤخراً وتغيرت معالمه القديمة. لكن لماذا سمي المسجد بللفريجة؟ ومن تكون هذه السيدة؟ في بيت من بيوت سويقة منذ ما يزيد عن 400 سنة ولدت طفلة كانت غريبة الأطوار منذ نعومة أظافرها، وهي حفيدة أحد وزراء دولة بني الأحمر بغرناطة. جد أمها من عائلة بني السراج، وهي عائلة ذات نفوذ في تسيير دواليب الدولة. ثم ولجت للفريجة في طفولتها إلى المسيد لحفظ القرآن الكريم على يد العلامة الفقيه الورع الفقي الزواق. ولدهاء وذكاء للفريجة أصبحت هي المسيرة لشؤون العائلة رغم أنها البنت الوحيدة وسط 4 ذكور من إخوتها. تزوج إخوانها، ولما طالبوها بحقهم في الميراث الذي خلفه والدهم، وهو عبارة عن أراضي زراعية ومنازل ودكاكين صناعية بكل من حي الخرازين والضباغين وحي الخياطين قرب التربعة الجوزة، أقنعتهم أنها ستعطي كل واحد منهم مقداراً شهرياً وما يحتاجونه من الغلة التي تنتجها مزارع وحقول العائلة. كانت السيدة للفريجة كما لقبها السكان تقسم عملها بين العمال الفلاحين في الحقول صباحاً، أما في المساء فكانت تطوف على دكاكينها لتباشر الأعمال وتراقب المنتوجات. كانت تصر على الصناع بالإخلاص في العمل والابتعاد عن الغش والمكر والخداع والكذب. ذاع صيت للفريجة في المدينة، وأصبحت لسان ساكنتها، وكل العائلات تتمنى أن تتزوج للفريجة بأحد أبنائها، لكنها رفضت الزواج نهائياً بالرغم من تدخل وإلحاح النسوة، بحيث يحكى أن أحد الأثرياء في المدينة قدم لها نصف ثروته من أجل أن تتزوج بابنه، فرفضت رفضاً قاطعاً. كرست للفريجة حياتها في فعل الخير، فإذا ما اشتد ألم المخاض لدى امرأة نادوا على للفريجة لحضور الولادة ومواساة المرأة التي تلد، وتعد الطعام لزائراتها ولا تفارق منزلها إلا بعد الشفاء، كما أنها تقوم بتوزيع الطعام في رمضان على الأسر الفقيرة، وتختار 10 من الأكباش من مزرعتها لتوزيعها على الأسر المعوزة. وعندما اقتربت للفريجة من 50 من عمرها وزعت التركة على ما بقي من إخوتها وأولادهم، وهدمت منزلها وبنت مسجداً لا زال إلى يومنا هذا يذكر فيه اسم الله وتقام فيه الصلوات الخمس. أما ما تبقى من عمرها قضته في أعمال البر والخير، ولا تفارق المسجد حتى التقت بالرفيق الأعلى رحمها الله. حي سيدي مصباح اسم حي كبير كان قديما يمتد من ساحة الفدان إلى باب رموز وسيدي عبيس، مرورا بما يسمى اليوم المصلى القديمة، وهو من الأحياء التي انقرضت بتطوان وعوض بحي آخر يحمل اسم لونيتا. بعد مدة من وصول الشيخ عبد القادر التبين والشيخ عبد الله الفخار لتطوان، سيصل الشيخ أحمد بن الجلالي مصباح في منتصف القرن الثاني عشر للميلاد، وهو من سيؤسس هذا الحي الذي نتحدث عنه ليكون ثاني حي بعد حي المنجرة الذي أسسه عبد القادر التبين. تعرض حي سيدي مصباح للهدم من طرف البرتغاليين سنة 1437 للميلاد، ثم هلك أغلب سكانه بالوباء الأكبر سنة 1856،
والقلة القليلة التي بقيت منه بعد الاحتلال الإسباني. تجدد البناء في حي سيدي مصباح في عهد الحماية الإسبانية، لكنه بقي خاصًا بسكن اليهود أولًا ثم خالطهم بعض النصارى. وقد عرفت هذه الحارة الجديدة القائمة على أنقاض حارة سيدي مصباح باسم لونيتا، إلى أن انقطع هذا الاسم بزوال الاستعمار الإسباني. ينتمي سيدي علي المنظري لواحدة من أنبل العائلات الغرناطية التي كانت تمتلك الأراضي في مناطق شتى بالمملكة. بعد أن وقعت قلعة سيدي علي المنظري وكل المناطق الشرقية بغرناطة تحت الحكم المسيحي، تم توطين المسيحيين في المنطقة وفي مجموعة السبع مدن، كما سقطت بنيار وحصن اللوز إثناجوث في شتنبر 1485 وكل محيطها. كان ذلك بالنسبة إليه علامة لما سيحدث بغرناطة، فلم يقبل سيدي علي المنظري الخضوع للمسيحيين، ولم يقبل كذلك الخوض في حروب طاحنة غير مفيدة للدفاع عن غرناطة. قرر سيدي علي المنظري الإبحار إلى المغرب، وبالضبط إلى الشمال الغربي، ومعه جزء من جيشه، فهو لم يكن يريد الابتعاد كثيرا عن غرناطة لأجل إمكانية العودة إلى الأندلس. فوجد في وادي تطوان الذي كان قد هاجر إليه قبل قرون مضت أولياء غرناطيون، وكانت المدينة في حالة دمار جراء الهجمات البرتغالية. اعترف بسلطته فلاحو المنطقة كمجاهد، حيث رأوا في جنوده جبهة آمنة ضد هجمات البرتغاليين الذين كانوا يسيطرون على سبتة وينهبون محاصيلهم الزراعية ويسرقون ماشيتهم. رفع المنذري أسوار المدينة من جديد سنة 1492، واستقر بها مواطنون جدد قادمون من مملكة غرناطة ليعيدوا إحياء مدينة تطوان. وقد كان سيدي علي المنظري مواليا لأمير شفشاون، بل تابعا له حسب بعض الروايات، وذلك لأن التطوانيين لم يتجرؤوا على دفنه عند وفاته إلا بعد استشارة منهم مع مولاي علي بن راشد عن المكان الذي يجب أن يدفن فيه. كيف لا، فهو سهره زوج ابنته السيدة الحرة. من أهم المعالم الإسلامية التاريخية العريقة بتطوان جامع الكبير، هو مسجد ومعلمة إسلامية عريقة بالمدينة. يتمتع الجامع بموقعه قرب حي الملاح اليهودي القديم، أي الملاح البالي، وقرب القصر الملكي. يتواجد الجامع الكبير بحي البلد قرب الملاح البالي وسط المدينة العتيقة بتطوان. بُني هذا الجامع في بداية القرن الثامن عشر للميلاد على مساحة إجمالية تناهز 1500 متر مربع بإذن من السلطان العلوي المولى سليمان، على أنقاض جامع صغير. وعرف هذا الجامع أول عملية إصلاحية عام 1281 للهجرة بأمر من السلطان المولى محمد بن عبد الرحمن، فتم تجديده وتوسعته في عهد المولى إسماعيل. شملت إضافة المدرسة المجاورة وبعض الرباع الموالية، كما قام السلطان بإبعاد اليهود الذين كانوا يسكنون بجوار المسجد لسرقتهم مياهه. يشتمل المسجد الكبير على قاعة كبيرة للصلاة وصحن مكشوف كبير توجد به نافورة على شكل نجمة من 8 أطراف مخصصة للوضوء. كما توجد عدة مساجد بمدينة تطوان تأخذ الطابع العريق، كجامع القصبة، جامع العيون، جامع لوقاش والباشا والسنية والمصمدي وغيرها. رياض العشاق. تروي الحكاية أن حديقة رياض العشاق في عصرها الذهبي كانت عبارة عن جنان خضراء تتميز بطابع أندلسي أخاذ، بها نافورات وأقواس وبرك مائية تسبح بمياهها العذبة أسماك حمراء وصفراء وأخرى ملونة. كما كانت هناك بعض أنواع الحيوانات مثل الأيل والطيور الصداحة والقرد البربري وغيرها. وفي الحقيقة فحديقة رياض العشاق بالرغم من صغرها تعتبر من الأعمال الرائعة للجنرال الحالم أوركاس خلال فترة الحماية الإسبانية للشمال المغربي.
وبالخروج قليلا من أسوار المدينة العتيقة نجد تاريخا من نوع آخر يمتزج بالطابع المغربي مع إضافة اللمسة الإسبانية، كمجسم طائر الفينيق الذي يعلو أقصى شرفة بعمارة تحمل الطابع المعماري الإسباني بشارع محمد الخامس بتطوان، محاذاة مع ساحة الجلاء. تم وضعه في عهد الحماية الإسبانية بعد أن تم تشييد تلك البناية من طرف المهندس المعماري الإسباني فرناندو كانوفاس كاستيو، وبعد أن تكلفت ببنائها شركة التأمينات الاتحاد والفينيق الإسبانية، حيث أن عددًا من الفروع بإسبانيا يوجد في أعلاها نفس التمثال. ويرمز طائر الفينيق إلى المستقبل الزاهر والإيجابية التي يقدمها التأمين للإنسانية حسب معتقداتهم. الكنيسة الإسبانية. توجد هذه الكنيسة وسط تطوان بساحة مولاي المهدي، يطلق عليها إغليسيا de Nuestra Señora de la Victoria. تم إنشاؤها سنة 1926 من طرف المهندس الإسباني كارلوس أوفيليو بمركز الحي الإسباني الحديث، وقد سميت بهذه التسمية احتفاء بانتصار الإسبان في حربهم مع المغاربة واحتلالهم الأول لتطوان سنة 1860. أما الآن فأصبحت معبدًا للجالية الإسبانية الموجودة بتطوان، والتي يقارب عددها 500 نسمة. كما اعتبرت من أشهر المعالم والمخلفات الاستعمارية، أي مخلفات الاستعمار الإسباني بتطوان الذي دام 43 سنة، أي من سنة 1913 إلى غاية سنة 1956. وكمعلومة إضافية، فالكنيسة الكاثوليكية الإسبانية بتطوان كانت أرضاً ملكاً للأحباس الإسلامية مخصصة لصلاة الأعياد الدينية، فوضع الإسبان يدهم عليها وأقاموا فيها كنيستهم بعد الاتفاق على نقل المصلى إلى طريق مرتيل. كل هذا والمزيد ستجدونه في قناتي. أتمنى منكم الدعم بالاشتراك وتسجيل الإعجاب والضغط على زر الجرس، كما أنني أضرب لكم موعدا في الحلقة المقبلة للتطرق لموضوع جد غامض، وهو موضوع مثلث برمودا.